السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم. مشتريات جديده زي ما انتم عارفين من الفلوج اللي فات ان احنا نزلنا مكتبه ميكروفون ورحنا سور الازبكيه انا ومحمود هاني واشترينا شويه مشتريات كده، فحبينا نشيرها او نشارك الحاجات الجميله اللي انا اشتريتها المره دي معاكم. واللي انا سعيد جدا بالمشتريات اللي انا جبتها ديت، لان فعلا هي ديت الحاجات اللي انا كنت عايزها قبل ما اروح. كميه انبساط غير طبيعيه، واكيد هكون مستمتع بالحاجات اللي انا جايبها ديت. فيلا نشوفها مع بعض. اول مكان رحناه وهو مكتبة ميكروفون. مكتبة ميكروفون جميلة جدا، يعني ما شاء الله الباكجينج بتاعهم كويس جدا، الشنطة بتاعتهم كويسة، الخامة بتاعتها كويسة. المكان هناك يعني كنت بحسبه ان الاسعار هتكون اقل من كده، ولكن الاسعار كانت اوفر جدا، يعني يعتبر هي بنفس الاسعار بتاعت معرض الكتاب اللي هي غالية جدا، يعني الناس عارفة زي ما عارفة. ولكن كان في قسم عليه خصم 50%، وفي اقسام تانية اللي هي مثلا بتاع 30 جنيه كانت في الرف اللي فوق اللي هو الدور الثاني. ولكن الدور الاولاني كانت اسعار كلها يعني 150 200 جنيه 275 200 300 جنيه، حاجات اللي هي خلتني ما اشتريتهاش دي. والاسعار اللي معمول عليها ديسكاونت بقت 50% ديت هي اسعار اللي انا قلت عليها ديت 150 200 300، حاجات خرافيه ما تخليش الواحد يشتري. ولكن الواحد يعني ايه زي ما قلت برضو في الفلوج ان الواحد بعد ما لف وقعد وقت طويل قوي عمال يدور على الكتب، يعني حسيت ان انا ما ينفعش اخرج فاضي الصراحه. يعني هو ده اللي خلانا واحنا خارجين نجيب كتب من قسم اللي عليه ديسكاونت 50%. ولكن حرفيا المكان هناك واسع جدا كبير جدا، في كتب كتير، خلى الواحد فعلا فتح دماغ الواحد على كتب تانية كتير. فكنت مستمتع بالمكان حقيقي، والتجربة هناك والناس اللي هناك كانوا متعاونين جدا وفريندلي جدا. من غير رغي كتير هنشوف احنا جبنا ايه. اول حاجة راجعين يا هوا لتامر عبده امين. تامر عبده امين بيكتب في نوع القصص القصيرة. تامر عبده امين كنت قرأت له قبل كده اخر ايام نوفمبر، والحقيقة كانت جامدة جدا. حبيت ان انا اقرأ له معظم قراءاته. في رواية تانية او في مجموعة قصيرة تانية لتامر عبده امين انا جايبها برضو، بس جبتها من سور الازبكية. ولكن عايز اقول ان الكواليتي بتاع الكتاب مش اجمد حاجة، يعني مش الجودة الواو اللي هي تبهر الواحد. هنشوف يعني مثلا كده، يعني زي ما باين الفونت نفسه مش اللي هو مريح قوي زي بتاع معرض الكتاب. يعني الحاجات اللي كانت في معرض الكتاب حقيقي الفونت بتاعها مريح، وماهوش تقيل قوي، ماهوش خفيف قوي، لا مريح فعلا. درجة الحبر بتاعته كويسة. هنا مش حاسسها احسن حاجة، يعني مع ان الكتب ديت المفروض زي ما بيقولوا ان هي الاصلية، مش حاجة مضروبة، ديت الكتب الاصلية. جبت راجعين يا لتامر عبده امين. تاني حاجه وهي الذكاء الانساني تبع مجله عالم المعرفه. المجله ديت يعني سمعت عنها ان هي مجله كويسه جدا، فقلت ليه ما اجربش حاجه زي كده او اجرب حاجه من عالم المعرفه وهي تكون اول تجربه. برضو الكتاب اسمه الذكاء الانساني، تاليف دكتور محمد طه، كويس، بيتكلم عن الذكاء الانساني وشويه حاجات حلوين كده. واعتقد ان الحاجات ديت ما بتكونش دسمه قوي بحيث ان هي تبقى تقيله قوي، وما بتكونش برضو يعني زي مثلا المجلدات الدينية وكده، وبرضو ما بتكونش زي الروايات بالسهولة اللي هي ما تخليكش اصلا تفكر كتير. في الحاجات اللي هي زي الادب والحاجات المواضيع اللي هي زي الذكاء الانساني وكده، مواضيع بتكون كويسة جدا، ما بترهقش الواحد، بالعكس الواحد بيكون مستمتع بيها. ونسيت اوريكم بس الفونت بتاع الكتاب التاني اللي هي من مجلة عالم المعرفة اللي هي بتاع الذكاء الإنساني. صراحة هنا الفونت كويس جدا، يعني الفونت هنا مريح للعين فعلا. يعني كده جبت من مكتبة ميكروفون، جبت منها الذكاء الإنساني، وجبت منها راجعين يا هوا لتامر عبده أمين. وبالمناسبة خدت منهم اتنين بوك مارك فور فري، المفروض ان هم ما يدوش اصلا. بعد كده رحنا لسور الازبكية، وللأسف المفروض كنا احنا نروح الرابع الثقافي. الرابع الثقافي مكان جنب الازهر كده، بينزلوا باب الشعريه. وللاسف حصلت ظروف عند محمود هاني، اضطريتنا ان احنا نروح من مكتبه ميكروفون على سور الازبكيه على طول. وبالمناسبه انا مش ندمان، ده بالعكس الحاجه ديت كانت حقيقي سبحان الله ربنا كان ميسر الامور. وكان في سبب برضو، يعني احنا حتى السيوله ما كانتش مكمله معانا، فحمدنا ربنا ان سبحان الله
على قد ما الحاجة بنشوفها وحشة الا ان سبحان الله يعني ربنا بيكون تدابيره اعلى من اي تدابير. بعد كده رحنا سورة ازبكية، جبنا الحاجات ديت من مكتبة. اول حاجة من سورة ازبكية وهي شوكولاتة بيضة لتامر عبده امين، مجموعة قصصية. طبعا احنا عارفين الكواليتي بتاع سورة الازبكية عاملة ازاي بلا منازع، بس مقابل للسعر اللي سورة الازبكية بيعمله فهي اعتقد ان هي مناسبة يعني، وخاصة الاسعار بعد الازمة بتاعة الكتب. دلوقتي الاسعار انخفضت بشكل كبير، اللي احنا متعودين عليه من سورة الازبكية اللي هي الاسعار ال30 و40 وال50 والحاجات دي كلها. بس بالنسبة للكواليتي طبعا احنا عارفينها اكيد يعني، لانها كتب مضروبة يعني وكوبي وحاجات. ده شكل الفونت بتاع الطباعة بتاعت سورة الازبكية، يعني معقولة بس لطيفة يعني، طالما نقدر ان احنا نقرأ فيها يعني. طبعا ما ينفعش نروح سورة الازبكية وما نجيبش الجزء الثالث بتاع أرض زيكولا. أكيد يعني أرض زيكولا الجزء الثالث منها اللي هو وادي الذئاب المنسية. أذكر مرة كان رواية لعمرو عبد الحميد، كانوا كاتبينه عمرو عبد المجيد يعني. بتاع عمرو عبد الحميد ده لسه نازل 2023 السنة دي يعني، اتاخد كوبي من اول سنة نزل فيها يعني. المفروض طب استنوا شوية على الراجل بس يكسب شوية فلوس كده من الحاجة اللي هو عملها. لا ازاي، لازم من اول سنة لازم نضربه وننزله ب30 جنيه يعني. أرض زيكولا ديت اللي هي في عصير الكتب تقريبا ب200 جنيه أو ب120 جنيه، في سورة الازبكية ب30 جنيه. طب استنوا على الراجل بس يعني يلم تعبه ومجهوده والطباعة والتحرير والحاجات دي كلها. ازاي سورة الازبكية طبعا لازم يقول لهم على الكلام يعني. فجبت أرض زيكولا الجزء الثالث، ولا أكيد يعني الجزء إن شاء الله هيكون زي الجزئين اللي احنا قرأناهم واللي احنا مستنينه من عمرو عبد الحميد على طول، إن هو بيكتب كتابات كويسة جدا. بعد كده معانا كتاب عقدك النفسية سجنك الأبدي. الكتاب ده الدكتور يوسف الحسني، الاسم اتلخبطت فيه شوية ولا اسم تقيل الصراحة. فده برضو كان ب30 جنيه. الفونت بتاعه شكله كده يعني لطيف. الكتاب ده انا كنت عايز اجيبه من زمان، لان انا مهتم بالحاجات اللي هي مهتمه بالمجال النفسي والحاجات دي كلها، فبحب اقرا في المجال ده، وبحب اقرا في الحاجات اللي فيها فلسفه وعلم نفس، والحاجات اللي هي تبع الصحه النفسيه، والحاجات الكلاسيكيات ديت بعشقها موت. دولت يعتبر الانواع المفضله بالنسبه لي. بعد كده معانا روايه ابتسم فانت ميت لحسن الجندي. حسن الجندي كنت جايب له المرتد، واكتشفت بعد ما جبتها ان هي تقريبا منها جزء اولاني والمرتد الجزء الثاني. لسه الجزء الثاني مركون عندي لغايه ما اجيب الجزء الاولاني بتاعها. بس اللي عرفته من صاحب المكتبه ان هي ديت روايه كامله. الروايه ديت كنت جايبها ب20 جنيه من الراجل اللي انا جبت منه الحاجات اللي انا هقول عليها رخيصه دلوقتي. كنت قايل على واحد اسمه عم شريف الاسعار بتاعته بتكون مخفضه جدا، ولكن الكواليتي بتبقى تعبانه جدا جدا جدا. بعد كده جبت المخ السعيد لدين برنت. الكتاب ده والكتاب اللي بعده كنت متحمس فعلا ان انا كنت عايز اشتريهم من فتره، وكنت منزلهم PDF، بس قلت لا لازم اقراهم ورقي، وكنت سعيد ان انا جبتهم طبعا. وده شكل الكتاب من جوه. حاجات بتتكلم عن السعادة وعن المخ وعن ازاي بيفكر والحاجات دي كلها، وخاصة ان هم تقريبا اللي كاتبين الكتاب دولت متخصصين في علم الاعصاب وعلم النفس. دين برنت برضو كاتب المخ الابله. وده شكل الفونت من جوه. ده كان ب30 جنيه وده كان ب30 جنيه برضو. بعد كده هنروح للراجل بقى اللي هو قلنا عم شريف، اللي هو كان عامل اسعار مخفضة ده. وكانوا مديني 2 بوك مارك ما بيدوش في سورة الازبكية، ادوني 2 بوك مارك كدعاية او كماركتنج للمحلات بتاعتهم. فشكرا برضو ان هم ادونا 2 بوك مارك يعني، جبتهم بالعافية ولكن جبت 2 بوك مارك. بعد كده جبت رواية بائعة الخبز للكاتبة او تأليف الكاتبة كزافيه دو مونتبان. كزافيه ده ولد تقريبا على ما اعتقد، ولد ولا بنت؟ كزافيه، لا اعتقد ان هو ولد. وده شكل الفونت من جوه.
ديت كانت ب20 جنيه. الفونت مش مريح قوي والكتابة بس يعني مقابل السعر حاجة كويسة. ده اللي انا شايفه الصراحة. يعني الحد اللي انا مقرأتلوش واللي هو مشهور جدا في عالم الكتابة واللي بيقولوا ان هو المفروض عامل ضجة فعلا في عالم الكتابة، واللي انا مقرأتلوش خالص، فقلت اهي فرصة ان اتعرف على كاتب جديد واشوف هل فعلا هو فعلا يستحق القراءة ولا هو على حسب نوع كل واحد واللي بيرتاح له. يعني انا مثلا قرأت لنجيب محفوظ كنت مستمتع جدا، قرأت مثلا قرأت لأحمد خالد، قرأت له رواية أنا ما كنتش مستمتع. الهدف من الرواية أو اللي أنا بقرأ ليه حاليا للمتعة، يعني برضو للمتعة وإن هو يفك الضغط اللي عليا أو يحسن من المود شوية أو يقوي عندي الخيال شوية أو يعلمني ستوري تيلينج شوية. وده ما خدتوش من الروايات بتاعت أحمد خالد توفيق أو من الرواية اللي أنا قرأتها لأحمد خالد توفيق، فده مش النوع المفضل بالنسبة لي أوي. زي أحمد مراد برضو واخد ضجة كبيرة جدا، والاتنين كتاب أنا بقول عليهم كتاب جامدين جدا ومتاكد ان هم جامدين جدا، ولكن انا ما كنتش مستمتع بكتاباتهم. هل احسان عبد القدوس هيكون نفس السيستم بتاعهم ولا هيبهرني بكتاباته؟ فجبت روايه البنات والصيف لاحسان عبد القدوس. معظم كتابات احسان عبد القدوس اللي انا اعرفه واللي انا على درايه بيه يعني ان هو تقريبا كل او معظم كتاباته متحوله لافلام. يعني البنات والصيف ده تقريبا انا سمعت ان هو فيلم، فده معناه ان هو حد يكون قوي في الكتابة، الله اعلم. ده اللي لسه هكتشفه لما اقرا الحاجات دي. بعد كده معايا رواية جون جرين، رواية انجليزية ل The Fault in Our Stars. The Fault in Our Stars مكتوب على الرواية من بره نيويورك تايمز اللي هي بيست سيلرز. The Fault in Our Stars رواية لجون جرين، او اسم الرواية اصلا جون جرين تقريبا، فديت كانت برضو ب20 جنيه. بعد كده جبت الكتاب الاكثر مبيعا في عالم العلاقات الزوجية، كتاب او رواية اسمها إلى حبيبين، كيف تسيطر على حياتك العاطفية وتكسب شريك حياتك. يعني شكل الغلاف بتاعه ده سوليد، اللي هو جلاد متين مقوى، ورق مقوى. يعني خلينا نفتح، يعني أول مرة هفتح كتاب يعني قدام الكاميرا. يعني هو الكتاب الفونت بتاعه كويس جدا، ولكن الحاجة اللي مش بحبها هي الورق الابيض في القراءة ما بيكونش ممتع قوي، حاجة مربكة لناس كتير. وبرضو البتاع الاحمر ده، الحاجات الحمراء اللي موجودة في الورق ده، ديت حاجة الصراحة مش مريحة. الكاتب الكتاب ده اسمه كريم الشاذلي. هو كتاب هيكون ممتع بالنسبة لي اكيد، يعني خاصة ان انا بحب المواضيع دي جدا. بعد كده جبت كلام فاضي لرحاب هاني كانت كاتبه غطا والحله، وقراتها وهي بتتكلم في الجزء بتاع العلاقات، فكان كويس. ولما سالت الراجل اللي كان واقف في المحل قال لي ان هي كاتبه الكتابين دولت بس، ان هي كتبت اول كتاب، ده اول كتاب ليها، وكتبت الغطا والحله وبعد كده وقفت كتابه. وما شاء الله يعني ديت مكتوب عليها ان هي الطبعه ال10، ولكن دلوقتي هي متوقفه عن الكتابه زي معظم الكتاب اللي هم سبحان الله. يعني في كتاب بيكونوا كويسين جدا وماشيين ستريت كده وبيكتبوا كويس، ولكن فين وفين لما بيعملوا اعمال. معظم الكتاب كمان بيستخدموا الكتابه او ان هم يكتبوا كتاب كتدوين لحياتهم او كتدوين للي هم بيمروا بيه، وده للاسف مش حاجه كويسه. امتى انا ادون الحاجه وانشرها والناس تقراها والناس تفرغ وقت من حياتها عشان تقرا الحاجه ديت، واديهم معلومه في نفس الوقت ده، او اديهم حاجه يستفادوا بيها او اديهم حاجه يستمتعوا بيها. انما حاجه كتدوين ليا وليا انا او هتفيدني انا بس، مش شايف ان هو حل كويس. ولو انا عايز الزم نفسي بان انا اتعلم التدوين او اتعلم ان انا اكتب، فيا ريت الحاجات ديت اقعد اكتب واقعد ادون واقعد اعمل اللي انا عايزه لغايه ما اوصل لنقطه كده اللي هو خلاص انا بقيت كويس جدا واقدر ان انا اكتب حاجه تفيد الناس وفعلا تستحق الوقت اللي هيضيعه عشانها. حبيت اقول شويه الكلام ده لان حسيت مؤخرا ان الكتاب ما بيدوش قيمه للكتب، ان فعلا الكتاب حاجه مقدسه، والحاجه اللي بتبقى موجوده فيه ناس كتير بتؤمن بيها. لو الناس ما امنتش بالكتاب او ما كانتش مؤمنه بالمحتوى بتاع الكتب وما ادتوش التقديس ده، فعلا ما كناش في المكان اللي احنا فيه ده. بس كده، دي كل الكتب اللي احنا اشتريناها، ونشوفكم في حلقه جديده. سلام.